بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبعوه إلى يوم الدين، الأولين والآخرين. عايز أتكلم عن حاجة دلوقتي. لازم ناخد عبرة مما حدث في تركيا وسوريا. طبعا سوريا ليها عذرها، ربنا يعينهم. عندهم حرب وجالهم زلزال ومفيش حكومة في المنطقة اللي هم فيها، مشكلة كبيرة. إنما العيب على تركيا، فيها حكومة بقالها سنين، فكده المباني منظرها فيه فساد. هي وقعت لأن فيه فساد في الأجهزة واللي أشرفوا على المباني. طيب هل مصر بعيدة عن هذا الفساد؟ طبعا كلنا عارفين لأ. مصر فاسدة بسبب 30 سنة مبارك، وكملهم 9 سنين ولا داخلين في ال10 بتوع العسكري ده كمان اللي اسمه السيسي. ده غير طبعا اللي قبليه بقى، بس مبارك بالذات عشان قعد أطول مدة خرب فيها البلد. كلنا عشان بس اللي بيقعدوا ترحموا على مبارك وكده. أفكركوا، فاكرين الدويقة؟ طب مين اللي خلى الناس دي عاشت فوق الجبال في حتة المقطوعة دي وبيوتهم وقعت؟ طب فاكرين ساعة الزلزال بتاع حاجة وتسعين ده، 92 ولا كان 90، لما البيوت وقعت في مدينة نصر وغيرها؟ فاكرين البيوت وقعت ازاي؟ شفتوا؟ كل ده من الفساد، مع انها بيوت كانت جديدة وحديثة. فوضى. التربة في مدينة نصر الأرض صحراوية رملية، المفروض تكون كويسة تستحمل. آه، التربة في مناطق تانية طينية، في مصر مناطق اللي هي كانت زراعية واتبنى عليها، ده اللي احنا متنيلين فيها غصب عنا. مش عارفين نمشي لأن الأسعار بقت نار. الحكومة مش حاسة بينا، نقول لهم عايزين شقة مجانا يقولوا لي ادفع، وأنا معيش فلوس أدفع. شفتوا الكفرة؟ كفرة ايه؟ انتوا خليتوا حاجة للكفرة، ده الكفرة أحسن مننا. يعني اللي عمال تتحامل على مبارك، والتاني اللي عمال يشكل في السيسي وفي العسكر، الله يخرب بيوتكم. احنا دلوقتي لا قدر الله ربنا يبعد عننا لو حصل لنا زي تركيا. مين السبب؟ طبعا انتوا. اولا الشعب اللي هم ايدوا وسكتوا على 30 سنة مبارك. انا مش منهم طبعا، انا كنت عيل ساعتها. ها، سكتوا عليه، بلطتوا في الخط، اقنعكم ان دي الحياة الطبيعية بتاعت اي دولة، بتاعت اي شعب. ما بتتعظوش ولا تتعلموا مثلا من اليابان او الدول المحترمة دي. بعدين ايه طريقة البنى الفوضى دي؟ اللي عمارات عالية في مناطق عشوائية، أرض طينية. في مدينة نصر مثلا كانت منطقة رايقة زمان، دلوقتي خلاص فوضى برضه. أشوف عمارات معمولة جراشات تحت حولوها لمحلات، وحتى الجراشات تحت بيوت غريبة في مناطق تانية. في مدينة نصر، في شارع شبرا، في إمبابة، في المهندسين. مباني غلط. مينفعش نبني كده. كان لازم يبقى فيه اه توسع أفقي. كان لازم يبقى فيه توسع أفقي مش رأسي. احنا عندنا الصحراء بقالنا سنين، قرون فاضية. اللي احنا فيه ده غلط. البنى بالطريقة العالية دي ليه مواصفات تانية، روحوا اتعلموها. هو راح طبعا عمل دلوقتي المنطقة الآمنة بتاعته والعاصمة بنيها ضد الزلازل والمباني العالية بتتبني كده صح، ليها أجهزة بتتركب من تحت، سوست وحاجات عشان تتحمل الهزات. دلوقتي احنا عايشين غلط، بيوت عيشة حاجة قرف. دلوقتي مين هيتحمل مسؤولية لو حصل هنا حاجة كارثة في مصر؟ وهل انتوا مستعدين؟ يعني انتوا سألتوش نفسكوا لحد دلوقتي؟ انا عملت فيديو قبل كده سألت فيه هل مصر مستعدة لو حصل حاجة؟ ايه الاستعدادات؟ ولا عمرو اديب رد ولا غيره رد. ها، كوسة، والشعب ساكت. ما ده خليه على الله يا عم. ما احنا مخلينا على الله يا حبيبي، واحنا كفرة. انما هل ربنا قال لك تسكت كده على الفساد وبتاع؟ طبعا عمالين تسمعوا من دين ودانكم لشوية الخولات اللي عاملين رجال دين، سواء في الكنيسة او في شيوخ او شوية عيال بدقون، يقول لك خروج على الحاكم حرام ومش عارف ايه. فده كله غلط.